محمد العوراوي رئيس الفاف موجها إليه سلسلة من الاتهامات لتطرح العديد من التساؤلات مرة أخرى حول الحقد الذي تكنه بعض الأطراف للجزائر. إن لم تستحي فافعل ما شئت، وإن لم تجد الأعذار فقل الجزائر أو أبناؤها. هو حال محمد كرتيلي العضو السابق في الجامعة الملكية لكرة القدم، والذي يبدو أنه أصيب هو الآخر بفيروس الجزائر في شهر نوفمبر بعد تهجمه على رئيس الفاف محمد العوراوي، متهما إياه بمحاولة تكسير المغرب والتآمر مع الفيفا ضد الجامعة الملكية لكرة القدم من أجل رفض الانتخابات التي أجريت بهذه الأخيرة. كرتيلي الذي وصل به الأمر إلى حد القول بأنه يرفض التعامل مع أي جزائري مهما كانت صفته، أقحم السياسة في الرياضة مرة أخرى، مؤكدا أن الجزائر تلجأ لتفكيك الجبهة الداخلية للمغرب، وأن محمد العوراوي يسعى من جانبه لذلك أيضا. كرتيلي لم يتوقف عند هذا الحد بقوله بأن رئيس الفاف كان يخاف منه ولا يجرؤ حتى عن الحديث لما كان عضوين في الاتحاد العربي للعبة. لكننا نقول لك الآن كجزائريين: كن رجلا مثل ما كان عليه جيرانك، ومثل بلدك في أكبر هيئة كروية إن استطعت، لعلك تلقى رضا أمير المؤمنين الذي يبقى بدوره مطالبا بإنهاء الأزمات الداخلية لمملكته، والتي تعدت بارونات المخدرات لتصيب كرة القدم في المغرب، والتي يبدو وكأنها أيضا أدمنت على مهلوس جديد اسمه الجزائر، الذي تحول إلى كابوس يسيطر على أحلام من أرادوا الفتنة. وليبقى كرتيلي في الأخير أيضا مطالبا رفقة صاحب الجلالة بالاستمتاع بمشاهدة الجزائر وهي ترفع رأس العرب في المونديال القادم. قررت إدارة فريق اتحاد